عن جزئين والجوانب بتاعتهم. الجزء الاولاني هو الدايره، هنعمل الجزء ده، انا عملت الجزء الاولاني كده لوحدي وبعدين هعمل نفسه بالظبط دلوقتي معاكم. وهنبدا نخيط، نربط بينهم وقلاب، يعني هي عباره عن قطعتين والجوانب بتاعتها والقلاب. سهله جدا وما بتاخدش مننا وقت، وتنفع اطفال تنفع كبار طبعا، يعني مش شرط اي حاجه. هنعمل اول حاجه دايره سحريه، وزي ما احنا عارفين الدايره السحريه انا هستخدم خيط مكرميه قطن، السمك ده سمك متوسط، وهستخدم ابره مقاس 4 ملي ألمونيوم. انا هحتاج شله من الخيط اللي هي الكولا دي بتيجي على بعضها كده. هحتاج واحدة بس معايا في الشنطة دي، زي ما قلنا هي شنطة صغيرة تنفع أطفال وكبار زي ما احنا عارفين. اول حاجة هنبدأها علشان نعمل الدايرة دي دايرة، دايرة الشنطة، هنعمل دايرة سحرية. وهنشد الخيط بالشكل ده زي ما احنا بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نشتغل جوه الدايرة السحرية 8 غرز. وانا شغال السطر ده اكون حريصة ان انا ما شدش ايدي خالص، يعني اسيب تهوية شوية، لان الغرزة بتاعت غرزة السنبلة بتبقى بين الغرز، بتبقى داخل الغرزة مش بتبقى تحت حرف الفي، فبتبقى لو احنا شادين ايدينا فبتبقى صعبة قوي في الشغل في الاول. 1 2 3 4 5 6 7 8. عملنا هنا 8 غرز حشو بالشكل ده. هنقفل سلسلة، وعشان كده انا هستخدم معايا الماركر. اول حاجة احنا هنشتغل الغرزة دي زي ما قلنا غرزة السنبلة بنشتغلها بين السطور. في العادي احنا بنشتغل تحت حرف بين الغرزة، احنا في العادي احنا بنشتغل تحت حرف الفي بالشكل ده. تمام، ونشد الخيط ونشتغل بقى الغرزة بتاعتنا. احنا هنا هنشتغل بين حرف الفي، بين الحرف الفي، يعني هنا في كده اهو، هندخل جواه بالشكل ده. وهنبقى هنا نلاقي الإبرة طالعة لنا كده بين برضو حرف في بين ضلعين كده، هندخل بين الضلعين بتاع الغرزة وهنشد كده، نشد الخيط. بقى عندنا حلقتين العبرة، هنشد الخيط ونطلع من الحلقتين. ودي أول غرزة من غرز السطر التاني. طبعا احنا قلنا أول سطر كانت عبارة عن 8 سطور، السطر التاني هيكون تزايد كله، فالتمانية هيبقوا 16 غرزة. في كل غرزة هتقابلنا هنشتغل غرزتين حشو بنفس الطريقة اللي احنا شفناها دي كده بين الضلعين بتوع الغرزة السابقة. يعني الغرزة اللي قبل دي، الغرزة اللي قبل دي اهي، تمام، دي الغرزة اللي في السطر الاولاني، دي عبارة عن حرف في وضلعين تحت دول. انا هشتغل في الضلعين دول بقى، هشتغل في الضلعين دول وبطلع بره برضو بقى من هنا بيبقى برضو في ضلعين. تمام، مش هشتغل تحت حرف الفي عشان هيدينا الشكل الماسك في بعضه ده كده. فهو ده الشكل ده بيطلع بيه ان انا هشتغل جوه الضلعين بين الضلعين. تمام، هكمل زي ما قلنا لازم نسيب يعني نهوي ايدينا شوية علشان الموضوع ما يبقاش صعب خالص واحنا شغالين. نهوي ايدينا كده، ان احنا لو يعني شايفين زي ما انتم شايفين انا بتخانق رغم ان انا مهوية ايدي، بس يعني هو اول سطر بس اللي بيبقى رخم، وبعد كده ان شاء الله الدنيا بتظبط معانا بالشكل ده. في كل ضلعين، كل ضلعين هيقابلونا هنشتغل جواهم غرزتين حشو. ندخل بين الضلعين ونتأكد برضو ان الإبرة طالعة من نفس المكان، مش طالعة في حتة تانية، علشان ندخل ونعمل غرزة تانية عشان ما يبقاش شكل الغرزة مختلف. كمل بنفس الطريقة لنهاية السطر. كل ضلعين يقابلونا من الغرزة السابقة في السطر اللي فات، من غرزة الحشو اللي اشتغلناها في السطر اللي فات، كل ضلعين بالشكل ده هدخل بينهم وهشتغل غرزتين من الحشو في نفس المكان علشان التمن غرز حشو اللي احنا بادئين فيهم يفضل يصبحوا حلو يصبحوا عشان التمن غرز يبقوا 16 غرزة. هكمل بقى. ومهم طبعا ان انا اعد زي ما احنا عارفين، انا بعد عشان ما اتلخبطش واجي بعد ما اوصل لثلاث اربع سطور الاقي نفسي نسيت غرزتين ولا حاجه، فانا عدتهم. هبدأ بقى في السطر الجاي. هيكون السطر الجاي زي ما احنا معلمين، زي ما احنا قلنا شغالين حلزوني، هيكون عبارة عن غرزة حشو واللي بعدها تزايد. فواحدة هنشتغل فيها فرداني من غير
تزايد، والتانية هتبقى حشو. زي ما قلنا احنا الشغل كله هيكون بين الضلعين بتوع الغرزة، مش تحت حرف الفي. مهمة جدا، ومهمة جدا ان احنا نسيب ايدينا واحنا شغالين، نهوي ايدينا شوية، مش هنسيبها جامد يعني، هنهوي ايدينا شوية علشان يعني نقدر ان احنا نشتغل، خصوصا لو اول مرة نشتغل بالغرزة دي. بيبقى الموضوع صعب. انا كنت بتعقد مش عارفة ليه دايما بقعد اكلمكم عن الحاجات اللي كانت بتحصل لي في الاول، بس بجد يعني كنت بقعد كتير قوي قوي في الشغل في حاجة سهلة. هي دلوقتي سهلة بس كانت قبل كده مش سهلة. ايا كان، المهم ان احنا هنكمل غرزة حشو تزايد. تمام، واحد اتنين، هنا غرزة حشو واحدة، هنا اتنين، اللي بعدها غرزة حشو واحدة بعدها اتنين، بعدها غرزة حشو واحدة بعدها اتنين. تمام، هنكمل لنهاية السطر، ونخلي بالنا برضه نعمل هنا وصلنا لنهاية السطر، وأصبح عدد الغرز معانا 24 غرزة حشو. هنبدأ نشتغل في السطر الجديد، نشيل الغرزة وهنبدأ نشتغل أول غرزة من غرز السطر الجديد حشو. تمام، بالشكل ده. وهنبدأ ان انا اشتغل غرزة تانية حشو، هيبقى واحد فرداني فردي، غرزة فردي فردي، وفي التالتة هتبقى غرزة تزايد. الشكل ده كده. تمام، يبقى عندنا هنا الشكل ده كان ده الشكل اللي قبله كان غرزه فرداني وغرزه تزايد، غرزه فرداني وغرزه تزايد. انا هشتغل فرداني هنا وهنا، وفي الثالثه من التزايد اللي فات دي، في الثالثه دي هشتغل فيها التزايد، فعشان اكون برضو ما لخبطش نفسي وانا شغاله، فهيبقى التكرار بالشكل ده، غرزه حشو غرزه حشو، وفي الثالثه من التزايد اللي فات هيبقى تزايد. او انا ممكن اعد بقى وانا شغاله برضو بنفس الطريقه، هكمل بنفس الطريقه كده، غرزه حشو حشو، يبقى الثالثه اللي هي دي الغرزه اللي بعدهم هتبقى تزايد. تمام، ده التزايد اللي فات، غرزه حشو غرزه حشو، وفي الضلع ده هيبقى التزايد الثالثه، هيبقى التزايد الثالث. فانا بعتبره من بتعامل مع الغرز السابقه في السطر اللي قبله، بعتبرهم ان هو مجموعات، فدي مجموعه الحشو اللي فات، حشو وتزايد، دي مجموعه اللي فاتت، فانا بشتغل في كل مجموعه اول اتنين منهم بشتغل حشو عادي، وفي الثالثه بيبقى التزايد، عشان يعني ابقى ماشيه بنفس الطريقه دي وما اتلخبطش يعني، اقعد اعد وارجع كده يعني. وطبعا احنا في الاخر بنعد يعني، كده كده هنعد في الاخر يعني، عشان اشوف كده بقى واحد واحد اتنين. تمام، واحد واحد اتنين. تمام، واحد واحد اتنين. انا ماشيه بنفس الطريقه دي كده بنفس التكرار. ده السطر الرابع معانا في الدايره. هكمل برضو بنفس الطريقه لنهايه السطر وارجع لكم بقى، عشان وصلنا لنهايه السطر الرابع بالشكل ده. والسطر الجاي هيبقى عبارة عن غرز حشو فقط من غير تزايد في اي حاجة. هنشتغل السطر الحشو، هنشتغل السطر الجاي ثبات كده، غرز حشو بس. فاول غرزة نكملها بالشكل ده بين الضلعين زي ما احنا بنعمل، وهنعلم طبعا الغرزة دي علشان نبقى عارفين بداية السطر بتاعنا فين، وهنكمل في كل غرزة تقابلنا هنكمل غرزة حشو فقط من غير تزايد. وده هنا السطر الخامس بتاعنا في الدايرة بتاعتنا. هكمل بقى الشكل ده لنهاية السطر. طبعا انا زي ما قلت لكم ان احنا نفضل ان احنا نسيب ايدينا شوية عشان ايه الشغل بالشكل ده كده. تمام، هكمل بقى غرز حشو في بين كل ضلعين، قبل بين الضلعين بين كل غرزة تقابلنا هنشتغل غرزة حشو فقط بالشكل ده لنهاية السطر، لحد ما اوصل لنهاية السطر الخامس وارجع لكم. خمس هنا وصلنا لنهاية السطر الخامس، وهنبدأ السطر الجديد السطر السادس. هنا احنا زي ما بنقول احنا بنعمل القطعتين دول زي بعض، فهنا السطر الاولاني التاني التالت الرابع الخامس كان نفس الشكل. والسطر السادس هنا اللي هو ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، في السطر السادس هنبقى التزايد هيبقى كل 3 غرز، كل 3 غرز هنا تزايدنا وهنا تزايدنا، فكل 3 غرز حشو هنتزايد، واحد اتنين تلاتة، وكل 3 غرز هنتزايد بالشكل ده في السطر السادس. تمام، فهنكمل السطر ده هيبقى عبارة عن 2 3، وفي السطر في الغرزة الرابعة هنشتغل تزايد، يبقى هنا واحد اتنين تلاتة اشتغلنا فرداني، وفي الرابعة هنشتغل 2 حشو. هنكمل بنفس الطريقة، واحد اتنين
هنا هنشتغل السطر ده كل 3 غرز حشو هنشتغل غرزتين في نفس المكان، يبقى هو 2 3 فرداني والتالتة والرابعة هيبقى تزايد. هكمل بقى لنهاية السطر السادس ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا وصلنا لنهاية السطر السادس ولسه سطرين علشان نخلص الدايرة بتاعتنا. هنعمل السطر الجاي هيبقى بنفس التسلسل اللي احنا ماشيين بيه. كان السطر ده كل 3 غرز حشو واشتغلنا في الرابعة تزايد، هيبقى السطر الجاي كل 4 هيبقى في الخامسة تزايد، يعني نفس التسلسل زي ما احنا بنشتغل في التزايد العادي بتاع الدايرة. فهنشتغل في كل 4 غرز حشو هنشتغل في الخامسة، يعني 4 غرز حشو فرداني كده بالشكل ده، وهنكمل اللي بعدها هيبقى تزايد. طبعا محتاجين ان احنا السطر اللي بعده الاخير خالص بقى، يعني انا هكمل بس معاكم السطر ده وهقول لكم السطر الجاي نعمل باقي معاه ايه في ايه، علشان كفايه كده بقى على الدايره دي عشان نكمل بقيه الشنطه بقى مع بعض. فهنا هنعمل 1 2 3 4 وفي الضلع التاني اللي احنا كنا متزايدين فيه التاني ده في السطر اللي فات اللي كنا متزايدين فيه هنشتغل في التزايد، فالتكرار هيبقى بنفس الطريقه اللي هو المجموعه دي كده. الجروب ده الفرداني هنشتغل فيه اول واحده في التزايد اللي فات هنشتغل فيها، والتانيه هتبقى يعني اول واحده برده فرداني زي ما هي شغاله والتانيه هتبقى تزايد. فهنشتغل عشان ما نلخبطكوش هنشتغل كل 4 غرز حشو هيبقى في الخامسه تزايد، كل 4 غرز حشو في الخامسه هنشتغل غرزتين حشو بالشكل ده زي ما قلنا تحت ضلع غرزه الحشو بالشكل ده. تمام. هكمل بقى لنهايه السطر الثامن هيبقى كله غرز حشو من غير تزايد ولا اي حاجه. فهكمل ده وهخلص السطر الثامن كمان يبقى غرز حشو من غير تزايد زي ما اشتغلنا السطر الخامس غرز حشو كله من غير تزايد. هكمل بقى السطرين ده السطر السابع والسطر الثامن وارجع علشان نربط الجزئين دول ببعض. هنا وصلنا لنهاية السطر الثامن. زي ما قلنا السطر الثامن كان كله سطر كان كله غرز حشو من غير تزايد ولا اي حاجة، والسطر السابع كان كل 4 غرز غرزتين تزايد. هنا كده خلصنا القطعتين بقوا بالشكل ده شبه بعض كده. نبدأ ان احنا نربطهم ببعض. خلاص انا هشيل لا مش هشيل هسيبها. هسيبها بس عشان اعرف انا هشتغل كام غرزة وبناء عليها الناحية التانية برضو. فانا هعلم من الحتة دي الشغل هيكون مثلا تبقى دي تحت مثلا، وهعلم 12 غرزة 2 4 6 8 10 12. اعتقد 12 كافية للفتحة، ممكن مثلا نخليها 14 2 4 6 8 10 12 14 بالشكل ده. وهعلم برضو هنا يبقى الجزء ده هو اللي احنا هنخيط هنربط من عنده وهنشتغل كده. فانا هفضل انا معلمة هنا لحد فانا هبدأ من هنا تمام لحد برضو الناحية دي، بس هي كده كده طالما قدام واحدة فخلاص التانية هتبقى شغالة يعني نفس الطريقة. 2 4 6 8 10 12 14 بالشكل ده كده. يبقى كده 2 قبل بعض تمام. هبدأ بقى ان انا عايزة اربط الجزئين ببعض. هربطهم ازاي؟ الجزء ده برضو هيكون جزء من الشنطة، يعني الشنطة مش الحبة دول بس، فانا هكون منهم شوية برضو. العمق بتاع الشنطة انا بحدده بناء على عدد السلاسل اللي انا هعمل. انا هعمل 12 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تمام بالشكل ده. ف 12 سلسله هيبقى هخلي بالي ان الجزئين دول هيبقى عمق الشنطه. هخلي بالي ان الجزئين طبعا الظهر هو اللي ناحيه جوه والوش اللي احنا عاملينهم دول يبقى هما بره. خلي بالي من الحته دي. ويبدا ان انا من بعد العلامه ابدا ان انا اطلع الخيط كده وادخل واشد الخيط بالشكل ده منزلقه، اربط السلسله كده ببعضها بقت السلسلة بالشكل ده كده تمام. هبدأ بقى ان انا هشتغل على السلسلة دي رايح جاي رايح جاي. ارتفع سلسلة واول غرزة هتقابلني هشتغلها. طبعا مش اللي انا قربتها بيها منزلقة، هتبقى اول غرزة من غرز السلسلة من غرز السلاسل
اللي هي الاولانية دي هنا، دي في السلاسل مش اللي تحت. اللي تحت دي غرزة منزلقة، فمش هشتغل تحتها، هشتغل اول غرزتين منزلقة بالشكل ده، وبقية وبعدين 8 حشو، 2 3 4. نخلي بالنا بس ان الوشين يكونوا بره، يعني نخلي بالنا من الاتجاه عشان ما نلاقيش نفسنا بنقفل والحته يعني جزئين مختلفين. تمام. هنا اشتغلنا كام؟ اشتغلنا 2 3 4 5 6 7 8 بالمنزلقه. تمام بالشكل ده كده. هيبقى لسه اخر كده. اشتغلنا 8 حشو، 2 منزلقة و8 حشو، يعني 10. بقالنا اخر غرزتين هنشتغلهم دول منزلقة بالشكل ده كده. تمام. هنشتغلهم منزلقة بالشكل ده، وزي ما قلنا نتأكد. طيب تمام يا جماعة، انا دلوقتي وانا شغالة لقيت ان انا اشتغلت الاتجاه ده، فانا هكمل كده. فتمام مفيش مشكلة، ممكن اروح شايلة العلامات دي واروح معلمة تحت مثلا الحتة ده، اعلم هنا ال14 اللي انا كنت عايزة اعمله. فهنا بادئين مثلا من هنا هنقول 2 4 2 4 6 8 10 12 14. فانا هعلم لحد هنا، هفضل شغالة لحد ما اوصل لهنا. تمام. ده الجزء الاولاني، والجزء التاني برضو نفس الطريقة، مش مشكلة يعني. هي السلسلة وانا بلف اشتغلت مني الناحية التانية، فانا هكمل بقى لحد هنا داير ما يدور كده. هكمل برضو هنا، هعد على غرزة من الغرز بتوع الدايرة دي، هشد الغرزة اللي تقابلني تحت اول واحدة تقابلني وهشد منزلقة. تمام. هرتفع سلسلة والف الخيط والف الشغل، ويبدأ ان انا اشتغل اول واحدة منزلقة زي ما قلنا بنشتغلش تحتها، هنبدأ ان انا نشتغل في اللي بعدها. ناخد بالنا دي كده. طبعا المنزلقة طبعا لازم برضو ان احنا نسيب ايدينا فيها شوية علشان يبقى الشغل فيها حلو يعني. الشكل ده كده. اشتغل 2 منزلقة، وفي النص 8 حشو. بشتغل في الحلقة الخلفية الاتنين غرزتين، غرزتين هيبقوا اخر غرزتين طبعا منزلقة، زي ما عملنا السطر اللي فات، وزي ما احنا هنفضل ماشيين في جانب الشنطة. هنا وصلنا للنهاية، ونتأكد طبعا زي ما احنا زي ما قلنا نتأكد او اشوف، عشان ممكن البتاع تلف مننا ونقوم مقفلين كده، نلاقي نفسنا بعد ما عملنا كام سطر بتاع. لا، احنا نخلي بالنا ان الظهر يكون كله جوه كده. تمام. فاحنا هنا عملنا اول سطر، هنا السطر التاني بالشكل ده. هتقابلني كده. وصلنا خلاص الاتنين منزلقة. تمام. وصلنا هنا للاتنين المنزلقة، وصلنا عملنا اخر حاجة الاتنين منزلقة. في هتقابلني هتقابلني سطر غرزة من غرز الدايرة المقابلة، فهمشي هقفل غرزة منزلقة في غرز الدايرة، كأني بربط بيها، بربط الدايرتين ببعض. فانا هفضل شغالة بقى بنفس الطريقة كده، اربط الدايرتين ببعض رايح جاي. اول غرزتين ما بنشتغلش فيهم لانها عبارة عن ارتفاع، وغرزة المنزلقة اللي ربطت فيها، وهبدأ اربط هبدأ ان انا اشتغل في 2 منزلقة، وبعد كده 8 حشو، 2 ولحد ما اوصل لنهاية السطر بشتغل 2 حشو في النهاية. هتقابلني هتقابلني الدايرة التانية، هشتغل في الغرزة اللي تقابلني منزلقة علشان ارتفع للسطر اللي بعده، وهكذا بقى بنفس الطريقة. ده طريقة ربط الدايرتين ببعض. ونخلي بالنا واحنا شغالين ان الدايرتين يفضلوا الوش بره، والظهر الشغل يبقى جوه، ظهر الدايرة يبقى جوه، زي ما احنا شغالين كده اهو بالشكل ده. هنا بالشكل ده كده هتقابلني هتقابلني الدايرة دي. هدخل هكمل لحد ما اوصل لنهاية ال السطور، لحد ما اخلص الجنب ده كله وارجع لكم. هنا وصلنا لنهاية السطر بالشكل ده كده، خلصنا الجوانب بقت بالشكل ده. ده شكل الشنطة كده.
هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، قصدي هبدأ ان انا اشتغل منزلقة في اخر واحدة كده، ارتفع سلسلة واقص الخيط كده خلاص. هنضف بقى طبعا الخيط ده كده رايح جاي او بإبرة التنظيف زي ما انا حابة في الشغل. طبعا الخيوط اللي جوا دي كلها اساسا هتتنضف، الخيوط دي كلها ان شاء الله يعني هتتنضف، بس انا بتكلم معاكم في الفكره. هنشتغل القلاب بقى، هشتغل حوالي 14 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 اشتغلت 14 سلسلة. أول سلسلة هنفوتها وهنبدأ نشتغل في السلسلة التانية، وهبدأ أشتغل لحد ما أوصل لنهاية السلاسل. هشتغل غرز حشو تحت حرف الفي بالشكل ده زي ما متعودين إن احنا نعمل. هنكمل بالشكل ده كده، غرز حشو تحت حرف الفي لحد ما أوصل لنهاية السطر ده. وصلنا لنهاية السطر بالشكل ده. هنشتغل هنا في الغرزة دي، هنشتغل 3 غرز حشو في نفس الغرزة دي، كان آخر غرزة في السطر. يعني كده اشتغلنا حوالي 12 سلسلة، 12 غرزة حشو، وفي الأخيرة دي تبقى 13، واللي فوتناها يبقى ال14 اللي احنا بادئين بيهم الغرز. نشتغل 13، 1 2 3، يعني نشتغل 4 غرز، معلش 4 غرز في نفس المكان ده. طبعا انا بشتغل هنا عشان الخيط ده نوعا ما متوسط السمك، فمش سميك، فمش هشتغل غرز يعني غرز حشو. هبدأ ان انا اشتغل على الجنب التاني من السلسلة زي ما احنا شغالين كده، وهاخد معايا الخيط ده تحت الشغل كده، وابدأ ان انا اشده عشان شكل الغرزة دي ما يوسعش معايا. هبدأ ان انا اشتغل غرز من الحشو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، غرز حشو لحد نهاية السطر. هكمل بقى وارجع لكم. هنا وصلنا عند نهاية السطر بالشكل ده، ودي كانت ال13. مهم ان احنا نعد يا جماعة، لو احنا بنتلخبط زي ما بقول في كل مرة، مهم ان احنا نعد. احنا كده توتال الغرز اللي معانا في السطور هتبقى 13 غرزة، في منهم الغرزة اللي هي دي اللي احنا بنتزايد فيها، والباقي هيبقى 12 غرزة حشو. تمام. نرتفع اوصل لمنطقة التزايد، هشتغل غرز حشو وارجع لكم. هنا اشتغلت 12 غرزة حشو ووصلنا لمنطقة التزايد. لو انتوا بتتلخبطوا ممكن تعلموا منطقة التزايد، المنطقة دي تعلموها. هنشتغل في اول غرزة، هنشتغل فوق كل غرزة حشو هنشتغل غرزتين حشو، فهنشتغل في كله تزايد. فالاربع غرز اللي كنا بادئينهم هنشتغلهم هيبقوا 8 غرز، في السطر التاني هيبقوا 8 غرز. تمام. 2 هنا 2 برضو لحد ما يكون الأربعة يبقوا 8، وهكمل غرز حشو فرداني. طب 12 لنهاية السطر. كده اشتغلنا 2 4 6 8. تمام. هكمل بقى غرز حشو عادية 12 غرزة لحد نهاية السطر ده. هكمل هنا غرز حشو عادية. هنا وصلت لنهاية السطر واشتغلت 12 حشو اللي احنا مثبتينهم. هنرتفع سلسلة وهنكمل الدايرة اللي هي تزايد، سطر حشو هي غرزة حشو، وفي التانية تزايد. السطر اللي بعده غرزتين حشو فرداني، وفي التالتة تزايد. السطر اللي بعده 4 غرز حشو فرداني، لا 3 غرز حشو فرداني، والرابعة تزايد، وهكذا لحد ما اوصل للشكل القلاب نهائي. فهي دي فكرة القلاب، ان احنا التزايد هيكون في المنطقة دي بس، والجنبين هيبقى ثابتين 12 غرزة حشو. هكتب لكم التزايدات اللي انا اشتغلتها، وهكتب لكم عدد السطور. انا هفضل شغالة هعمل السطر ده معاكم كمان، وبعدين هنشوف بقى الشكل النهائي اللي انا وصلت له واشتغلت كام تزايد. هنا اشتغلت ال 12 غرزة حشو بتوعنا، وهنا هنبدأ ان احنا نشتغل غرزتين
حشو في نفس المكان، يعني تزايد، والغرزة منطقة التزايد مهم ان انتوا تعلموها يا جماعة عشان ما تتلخبطوش. منطقة التزايد هيبقى 2 غرزة حشو، وفي التالتة غل، وفي التانية فرداني غرزة حشو واحدة. 2 في نفس المكان، وهنا واحدة بس. هكمل لنهاية السطر. هنا خلصنا التمن غرز التزايد اللي كنا شغالين بيهم، 8 غرز حشو. هنكمل بقى 12 نكمل ال 12 غرزة حشو العاديين. كده خلصنا الدوران ده، وهكمل بقى عدد سطور بنفس. وصلت لنهاية السطر السابع، عملت فيه سطور القلاب 7 سطور بالشكل ده. هكمل بقى السطر ان وصلت ان انا زي ما قلت ان احنا كنا بنمشي ثبات 12 من هنا و12 من هنا من جنبين، وكنا بنبدأ نتزايد 4 مرات في دوران القلاب ده. التزايد كان بيبقى أول مرة في كل الغرز، تاني سطر بيبقى غرزة تزايد وغرزة فرداني. بعد كده بنبدأ بنفس التسلسل، 3 فرداني وواحدة تزايد، 4 فرداني والخمسة تزايد، 5 فرداني، والستة تزايد. وده كان آخر سطر اللي احنا وصلنا له. هنعمل سطر كمان بس من غير تزايد، هنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، حتى في الدوران مش هنتزايد، هنشتغل علشان بس الشكل النهائي يكون للقلاب متساوي شوية. فهنبدأ ان احنا نرتفع سلسلة، وهنشتغل تحت كل غرزة حشو غرزة حشو بالشكل ده لحد ما اوصل لنهاية السطور كلها. وبرضو في القلاب هشتغل تحت حرف الفي من غير اي تزايد ولا تناقص ولا اي حاجة. هنبدأ ان نشتغل كده. ده السطر الاخير للقلاب، وبعد كده هنقفل مع بعض القلاب. هنا وصلنا لنهاية السطر بعد ما اشتغلنا كده السطر الاخير ده حشو كده ثبات. هنكمل بقى على الحتة دي، على الطرف ده كده اللي احنا هنربط منه، اللي هنربطه هنا. هنعمل الحتة دي كمان غرز حشو. هنكمل هنرتفع سلسلة، وهنكمل غرز حشو بالشكل ده كده عشان تبقى ايه دي الشكل ده. وطبعا احنا عارفين ان احنا شغالين كام سطر، ف هو نوعا ما الطريق مش هيبقى متمهد لينا فاحنا شغالين، بس احنا هنحاول ان احنا نخلي الموضوع تسلسلي زي وصلنا لنهاية القطعة دي. هشتغل ارتفاع سلسلة، وهكمل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية لبقية القلاب داير ما يدور. هكمل كده بالشكل ده. هكمل بقى ايه غرز منزلقة لحد ما اوصل لنهاية السطور. شكله جميل. هنعمل بقى هنقص بقى حتة كبيرة كده عشان نقفل بيها في جسم الشنطة. نقص حتة خيطة كده كبيرة، تمام بالشكل ده. وطبعا انا هقفل كده. كانت اخر منزلقة، اخر واحدة. هقفل بقى هنا، شيل العلامة دي خلاص. دي الشنطة اهي، وده القلاب هيبقى بالشكل ده. بالشكل ده. حابين تكبروا عن السطور دي، حابين تكبروا تمام، حابين تعملوا نفس المقاسات، فده بالشكل ده. وعشان الخيط زي ما قلت لكم الخيط رفيع نوعا ما، مش سميك. يعني بخيط السلسلة لو عملنا نفس السطور بخيط السلسلة او بخيط الكليم الموضوع هيبقى كبير جدا يعني. لو نفس العدد ونفس السطور، فعشان ده خيط مكرمية قطن نوعا ما بيبقى سمكه صغير، ف
طلع لنا المقاس الصغير ده اللي هو زي ما قلنا دي للاطفال يعني، مش فالمقاس ده مناسب جدا كويس يعني، مش كبير ولا حاجة ولا صغير اوي. هنكمل بقى، هنعمل هنحاول ان احنا كده نثبت العلامة دي. ممكن مثلا هنا نشوف نحدد المكان عشان ما تبقاش تمام بتعدي. آه هلضم الإبرة كده بالشكل ده هنا، وطبعا ظهر ووش القلاب مهم ان هو يكون متحدد لي، هو يعني باين قوي الظهر والوش مش باين قوي بس تمام. اعمل كده اهو تمام. الشكل ده ابدا ان انا اظبط الجنبين بحيث ان هي تكون القلاب في النص، ما يكونش معوج حته وحته، فتكون متظبطه كده تمام. يعني ممكن ناخد غرزتين من هنا، الموضوع بقى بالتساوي بالظبط كده تمام. ولو هطلعها شويه كمان فتمام كده. هنزل هنا بالخيط وابدا اخيط بقى. ممكن اخد غرزة من الجنب هنا وغرزة من الجنب اللي هناك ان شاء الله لما نوصل له، عشان تبقى الشنطة متساوية. ابدا ان انا اخيط اول غرزة مع الطرف ده، غرزة بغرزة كده وانا شغالة. تمام. شوف انا داخلة منين ويطلع منين من اللي بعدها عشان يبقى كله قصاد بعضه بالشكل ده. تمام كده. هكمل بنفس الطريقة ان شاء الله ما تكونش معوجة ولا حاجة. تمام كده، حلو زي الفل. نكمل. همشي الغرز قبل بعضها يا جماعة بالشكل ده كده، افضل بقى شغالة بنفس الطريقة. الخياطة اهي ثبتت لحد ما اوصل لنهاية السطر. طبعا دي طريقة، ممكن الطريقة التانية انا اخيطها بإبرة وخيط عاديين، او ان انا افك الخيط ده ونفس اللون ده اللي هو اعمله والضمه في ابرة صغيرة واخيطه، او ان انا اقفلها بغرز منزلقة. كل دي اوبشنات ان انا ممكن اعملها، بس يعني اخترت الاسهل بصراحة. آه، زي ما انتوا حابين يعني. الموضوع ده بقى ليكم، انا هركب لها مغناطيس من جوه. آه، بس كده هعمل كمان الايد بتاعتها وهركبها، بس الايد مش هشتغلها هنا، هشتغل لها في فيديو منفصل، اللي هي الايد اللي هو حبل اللاسيه الروماني. هينزل على القناه برضو. عشان ما اطولش في وقت الفيديو اكتر من كده، ده الطريقه الواضحه عموما، وهوريلكم في النهايه بعد ما تخلص الشنطه يبقى شكلها عامل ازاي.
بعد ما نكمل تقفيل القلاب. وهنركب مع بعض بقى الايد. وطبعا تنظيف الشغل هيبقى بنفس الخيوط اللي جوه. هي كده خلاص الشنطه خلصت، ما عادش فيه حاجه فيها، القلاب والشنطه ذات نفسها خلصت، مفيش الا الايد. الايد هتنزل في الفيديو اللي قبل ده او اللي بعد ده، مش عارفه انهم، بس هو في